أشرف بوعلي، رئيس فرقة ولاد جلالة، ممثل مسرحي. هذه موهبة من الصغر، و يعني من غير المسرح، من غير السينما، كانت موهبة في الغناء وفي الموسيقى. ويعني في الحقيقة كان الأول من الظاهرة الغيوانية بصفة عامة، ولكن باش كثروا الظاهرة الغيوانية يعني من ناحية الولاد الغيوان، أطفال الغيوان إلى آخره، يعني أنا حبيت ندير المجموعة ديال ولاد جلالة اللي هي جلالة حتى واحد ما خلفها، وميم طون الأغاني اللي هي محترمة وملتزمة، يعني مزيانة. وي قادرين، حيت انا ماشي غير جيت وخديت هذا المشعل، حيت وميم طوني تذاكرنا مع المجموعه واستشرنا معهم وقال لنا الله يسخر، والحمد لله. وحنايا دابا كنا ديجا غير كتداريب وكلشي، ولكن باش نخرجوا للساحه الفنيه او لا نبانوا باقي ما سهلش الله، وميم طون مع الكل فيلم ونطلبوا الله يعفو علينا. علاش لا؟ ان شاء الله، حيت المجموعه كظاهره كما قالوا بحر الغيوان، يعني ظاهره اللي هي يعني الجيل المستقبل. لا، اتفقنا معهم بالاول بعد شي اغاني اللي باش غنبانوا بهم، ولكن من الالبوم ديالنا حنا كاين الجديد ان شاء الله. ناحية يعني هاد الفرقة اللي ذكرت، يعني علاش لا؟ يعني لا، بعدا بهذا المنبر هذا كنشكر السي محمد الدرهم، ولي طاهر الصباغاني، عبد الكريم قسبجي، مصطفى باقبو، يعني هاد الناس هادو، حميد الزوي اللي استشرنا معاهم، والاسم عطاه لنا مولاي طاهر الصباغاني، والحمد لله. علاش لا؟ يعني قد ما حنا غاديين في هاد الظاهرة هادي، نتمنوا كل خير. الصراحة من ناحية الموت راه ماتت، حيث كل جيل وجيل كما كنقولوا، ولكن كل واحد شنو كيبغي، شنو كيحب. وكاينين الناس بالعكس، كاين الناس القدام وكلشي باقي كيبغيو هاد الدائرة دي، وشحال من واحد كيتمنى الا كنتي حاضره بعد شي مهرجانات. يعني الدائرة الغيوانية كتكون عامرة بزاف، يعني من ناحية الجمهور ديالها، والجمهور ديال الدائرة الغيوانية راه كتير بزاف، من الناس الغيوان، الرفاق، الجلاله، المشاهب، يعني جميع المسناوه، جميع الدائرة الغيوانية، باقي الجماهير ديالها. واحد الرساله كنوجه بالنسبه لنا حنا كفرقه المجموعه ولاد جلاله. العناقل اللي كنلقاو هي في يعني بحال دابا الجمعيات او هذا اللي هما وميم طون كاين ما كيخلصش الخلاص ديالك، ولكن حنا كنطلبوا بان في كل مجموعه ديالنا كتطلب اللي ما عطاش كما كنقولوا الخلاص، كنطلبوا حنا شواهد تقديريه ومع عقود عمل، حيت العقد عمل فاش كتجي تدفع لوزاره الثقافه على بطاقه الفنان ولا شي حاجه كيطلبوا لك عقد عمل. اذا حنا الا كنا غنخدموا كهوات وبدون عقود عمل او بالورق ديالنا، اذا غنلقاو واحد المشكل اللي هو عراقيل كبيره وما لقاوش الحقوق ديالنا. اذا كنتمنوا من هاد الناس يعاونونا، وكل كما كنقول كل خدمه عندها اجور ديالها، وكل كما كنقول عندها حق ديالها، وكنتمنوا ما نلقاوش عراقيل. وقد ما حنا فنانه كنبغيو نتساعدوا بعضياتنا ونبغيو الخير بعضياتنا، وتا هما يعاونونا. الانسان قد ما كيعاون راه قد ما كياخذ حقوق ديالو راه كيكون مرتاح، قد ما كياخذهمش قد ما كيكون إكراهية لهذا المجال، ويعني بزاف الحوايج. وكنتمناو الإنسان جميع الجمعيات أو المهرجانات كل كما كنقولوا يعاونونا كل بالحقوق كاملة، وتحنا راه ما نحشموش بالرسوم، ما نحشموش بقيمة المهرجانات ولا أي سهرات فنية.
وهذا الشيء اللي كنطلب. الكلمة الأخيرة كنتمنى من الجمعيات ومن الناس ديال اللي هما المهرجانات ما كرهناش نكونوا معاهم في شي سهرة او في شي مهرجان ونبانوا في الساحة الفنية ونكون الدور ديالنا ان شاء الله. وكنتمنى الله يعفو علينا من هذا الوباء والله يعفو علينا الجميع، وكنتمنى النجاح التوفيق لكل هو فنان وكل هو شاب. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما5 TV وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.ma5tv.ma.